في أحد الأرياف التونسية القديمة كان هناك بئر قديم معروف بين الناس باسم بئر الغريب. هذا البئر كان عميقا جدا ومهجورا منذ سنين طويلة، وتحيط به حكايات مرعبة تناقلها أهل القرية. كان الناس يقولون إن في الليالي المظلمة يظهر شبح امرأة ترتدي لباسا أبيض وتجلس بجانب البئر تبكي بصوت منخفض. في يوم من الأيام قرر شاب متهور يدنى خالد أن يتحقق من صحة هذه الحكاية. كان خالد لا يؤمن بالخرافات ويعتبرها مجرد قصص لتخويف الأطفال، فانتظر ليلة مظلمة بدون قمر، وأخذ معه مصباحا وتجهم إلى البئر. حين وصل كان كل شيء هادئا بشكل مريب، لا أصوات لا ريح، فقط سكون رعيب. اقترب خالد من البئر ونظر داخله فلم ير شيئا سوى الظلام العميق. فجأة شعر بيد باردة تلمس كتفه. التفت سريعا فرأى امرأة تقف خلفه ترتدي ثوبا أبيض طويلا ووجهها مغطي بشعرها الطويل. لم تقل كلمة واحدة، لكنها كانت تشير إلى داخل البئر. شعر خالد بالخوف وبدأ يتراجع إلى الخلف، لكنه تعثر وسقط على الأرض. حين رفع نظره مرة أخرى لم تكن امرأة حاضرة، ولكنه سمع صوت بكاء قادم من داخل البئر، هذه المرة بشكل أوضح. ارتعب خالد وحاول الهرب، لكنه شعر وكأن قدميه تثبتان في الأرض ولا يستطيع الحركة. بعد دقائق من الرعب انقطع الصوت فجأة وعاد السكون من جديد. تمكن خالد من الوقوف وركض عائدا إلى القرية وهو يرتجف. منذ تلك الليلة أصاب خالد مرضا غريبا، لم يعد يتحدث عما رآه، لكن وجهه كان يحمل دائما نظرة خوف مستمرة.